كل المتابعين وحشتوني جدا. تعالوا النهاردة هنعمل شاورمة فراخ، حاجة كده عظمة. هنحضر حاجتها مع بعض من البداية خالص، وهنسمي بسم الله ونشوف الطريقة. هنحضر معانا كده حوالي 3 بصلات، هنقطعهم صغير زي ما انت شايفة. وكده كده الفراخ معايا ببقى غسلاها وسايباها تتصفى كويس جدا من المية بتاعتها. بعد ما الفراخ عندي بتتصفى كده، دي احلى طريقة بتنجز معاكي في التقطيع. بترصي الصدور كلها فوق بعض، تبتدي تقطعيها كلها شرايح، بتطلع شرايح متساوية وجاهزة معاكي في وقت قليل. كده معايا صدور الفراخ قطعناها شرايح، والبصل متقطع، ودي البهارات اللي هتديني الطعم التحفة للشاورما، وهتطلع طعمها مميز جدا. نسمي على الرسول ونعمل لايك وشير واشتراك في القناة ونشوف الطريقة. هنجيب كده طاسة ونحط فيها اي مادة دهنية، سمنة او زيت، بس يستحسن السمنة، هتديكي طعم في الاخر للشاورما حلو قوي. بعد كده هنزل عليها بالبصل، وافضل اقلب في البصل على نار متوسطة لحد ما يصفر عندي بالطريقة دي. هنزل بعد كده بالبهارات اللي هي عبارة عن ورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وانا بحط ورق اللورا والحبهان زي ما هم سلام، علشان اقدر اشيلهم بعد ما اخلص تسوية الشاورما بكل سهولة، عشان ما يبقاش عندي حاجة ولا بعمل اي سندوتشات او كده. بعد ما اشوحهم شوية مع البصل، ابتدي انزل بالفراخ. الفراخ طبعا لازم تبقى مغسولة ومتصفية حلوة قوي، لان ده بيخليها تشرب من البهارات والبصل والحاجات اللي انت بتحطيها فيها، بتشرب حلوة قوي، بتطلع معاكي في الاخر طعمها جميل جدا وما فيهاش اي زفارة. هننزل كمية الفراخ، طبعا اهم نقطة عندي ان تبقى على نار عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا عايزة اديها صدمة كده زي ما بيقولوا في النار العالية، علشان ما تنزلش عندي اي مية، وتبتدي بقى تستوي وتاخد من طعم البصل وطعم البهارات الشاورما عندي. كل ما اسيبها تستوي على نار عالية اكتر، ما تنزلش المية بتاعتها، تفضل محتفظة بالسوائل بتاعتها، وتديني الطعم المميز للشاورما اللي بناكلها في المحلات. هنفضل نقلب كده كويس. لا يا الطاسة صغيرة طبعا غيريها، بس احنا هنا هنتعامل يعني والدنيا هتمشي تمام. هنفضل كده نقلب كويس قوي في الشاورما من كل، هفضل ايدي فيها مش هسيبها لحد ما توصل تقريبا معايا لدرجة التسوية دي. ابتدي احط الملح طبعا على حسب الرغبة، وافضل معاها برضو بالتقليب لحد ما كلها الاقيها استوت، ولو اي مية نزلت معايا بسيطة تتشرب تاني وتبتدي تستوي. بعد ما توصل بقى للتسوية ديت، انا هبتدي احط لها حبة بابريكا، حبة بهارات، وحبة كركم، علشان ادي طعم اكتر ولون وريحة وشكل للشاورما، يبقوا يفتحوا النفس كده للي يشوفهم. هنبتدي نقلب وهتشوفوا الشكل في الاخر عامل ازاي، ما شاء الله تحفة. انا فاضلة بقلب على نار عالية، كل ده النار عندي عالية لحد ما توصل معايا للشكل ده. بصوا شربت كل المية اللي فيها، لونها ريحتها طعمها روعة. دوت صوص الجبنة اللي بنحطه في السندوتشات، ان شاء الله هنزل لكم بيه فيديو لوحده. يا رب يكون النهاردة طبعا الشاورما بقى تتعمل سندوتشات، تتاكل زي ما هي، يتحط جنبها بطاطس محمرة، تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما ننساش نعمل لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة علشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم جدا، مع السلامة.